مرض العوز المناعي الإيدز يطرق الأبواب على مرضى الثلاسيميا في النجف، وهذا ما حدث لإحدى المصابات هنا ذات 13 ربيعا. يروي والدها ما حدث لوان نيوز بألم وحرقة، إذ لم يكن هو وعائلته يعرفوا ما هذا المرض وكيف التعامل معه، محملا الجهة المعنية ما حدث لابنتهم التي أصبحت تعاني الأمرين من الثلاسيميا والعوز المناعي. بنية صغيرة بعد 13 سنة أو أقل 13 سنة لا متزوجة، هو أما ينتقل عن طريق الزواج وعن طريق الدم أو عن طريق أكياس الدم. فقابلنا مدير عام صحة النجف في الشهر السابع 2022 أنا وذوي المرضى، أوعز إنه قال إن شاء الله شكلنا مجلس تحقيقي وأرجو التكتم عن الموضوع، وسألناه قد المصابين بالنجف، قال 85 مصاب بالآيدز. يابا منين يجي هذا المرض؟ قال أما عن طريق أكياس الدم اللي تستوردها الدولة، وأما هناك أكو شخص متبرع مريض ما يدري بنفسه. المصابون بمرض الثلاسيميا وذويهم لم يخفوا تخوفهم من أخذ جرعات الدم المخصصة لهم نتيجة الإصابات التي ظهرت بينهم، مؤكدين أنهم يعانون من عدم وجود أطباء اختصاص في أمراض الدم، فضلا عن العلاجات والتحاليل التي تكلفهم مبالغ طائلة لا يقدرون على سدادها. صارت عندنا حالات مرضى عن طريق نقل الدم يصابون مرض الأيدز، وإحنا هاي يعني حالاتنا إنه إحنا دائما محتاجين للدم باستمرار، فإحنا صار عندنا تخوف ما نقدر يعني ندير دم هسه حاليا، متوقفين عن نقل الدم، ولهذا السبب يعني تسبب عندنا أمراض. هسه أنا مريضة وإخواني هم بالفلاسيميا كلهم متخوفين من هذا الشيء. يقول لك أنت محافظة النجف ما شاء الله أو وزارة الصحة كلها دكتور أخصائي دم واحد ما يجيبون لنا قسم الثلاسيميا، وإحنا أمراض دم. يعني أمراض الدم شنو؟ زين أعمار ولدنا وصلت فوق ال 17، أنت تداوم وين تدير دم؟ تدير دم مستشفى الزهراء اللي هي مستشفى أطفال ونسائية. يعني حتى هنا الدكتور اللي موجود مستشفى الأطفال هو يعني اختصاص أطفال، مو اختصاص همات اللي هي 17 هم باطنية هم ماكو. يعني معاناتنا معاناة من علاجات من اهتمام. وبحسب مصادر خاصة فإن دائرة صحة النجف تنوي خلال الأيام القادمة إصدار توضيح عن عدد حالات الإصابة بمرض العوز المناعي الإيدز والأسباب المؤدية بالإصابة لدى مرضى الثلاسيميا. من النجف محمد الغالبي، وان نيوز.